إيه يا سيدي، ايه العظمة ده حواوشي. يلا بينا نشوف طريقة حواوشي الفراخ واللحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. متنسوناش في اللايك والاشتراك ودعوة حلوة من قلبكم. يلا بينا نشوف طريقة الحواوشي الفراخ واللحمة. معايا المكونات: 4 بصلات كبار وقرن شطة. لو انت حابة يكون الحواوشي سبايسي، والحواوشي بتاكش غير سبايسي الصراحة بيكون طعمه في حتة تانية. قرن فلفل رومي، 3 فصوص من التوم، ومعايا نص طماطمية كبير او طماطمية صغير. معايا من التوابل: شطة، فلفل، كمون، ملح، كزبرة. العيش فتحته لان ده كان بايت، ولازم اجرب قبل ما اعجن اللحمة بتاعتي. يلا نفرم كل المكونات. ايوه السرعة دي. فرمنا كل المكونات بتاعتنا: البصل والثوم والفلفل والشطة. وبعد كده بنضيف التوابل معانا اللي هي الشطة والملح والكمون والفلفل والكزبرة، ونقلب حلو علشان التوابل والخلطة كلها تتجانس مع بعضها. قلب 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 قلب. ايوه كده تمام. حاسة ان الخلطة بتاعتك فيها مية، لازم نصفي المية الاول، ومش هنرمي المية، هستخدمها معانا. ايوه خلاص، نفضي الخلطة بتاعتنا كده ونصفي المية اللي فيها علشان خاطر تخش على قطعة اللحمة وما تفكش مننا، تفضل حتة اللحمة كده محتفظة بشكلها وبالقوام بتاعها، ما يكونش فيها مية وكده. لو انت لسه جديدة معايا في القناة، ياريت تحط اشتراك وتحط اللايك لقناة وفاء خالد. لازم نصفي المية كويس. ايوه، لا اله الا الله سيدنا محمد نبينا رسول الله. المية اللي احنا صفيناها ديت مش هنرميها، هنستخدمها. هو الحل الاسلم من الهراسه بتاعه البطاطس كانت صفت لي نسبه الميه، لاني مش عايزه ميه خالص في البصل والخضار الموجود فيه. معايا اللحمه والفراخ. هقسم التتبيله بتاعتنا على الفراخ وعلى اللحمه. والاول لازم نعجن الفراخ عشان الفراخ بتكون سايله شويه، غير المفروم بيكون متماسك شويه. اما الميه هفضيها. المية دي طعمها في حتة تانية. هزود عليها معلقة السمنة البلدي، ودي هتخلي معلقتين 2 سمنة بلدي، وعلى حسب الكمية اللي انت عاملاها. هزود فلفل وكمون وكزبرة. ولازم ادوق الحدق بتاع المية علشان خاطر دي اللي هطعم بيها رغيف الحواوشي. خلاص كده الحدق بتاعها هيكون مظبوط. نبدأ نسمي الله ونعجن اول حاجة الفراخ. ولازم نسيب عجينة اللي احنا نعجنها تاني، عجينة الفراخ، تتبيلة الفراخ تسيبيها 10 دقايق ترتاح. وكمثل عجينة اللحمة او المفروم، لازم نعجن المفروم كويس جدا، سيبه 10 دقايق يرتاح. خلاص كده كان شكل الفراخ. اعجن بقى اللحمة لحد ما اضيع ملامح الخضار وملامح التتبيلة، وما يكونش ظاهر في ايدي غير قطعة لحمة مفروم. يلا نسمي الله ونبدأ اول رغيف. هبل ايديا من المية عشان اطعم الرغيف من جوه ومن بره. وبعد كده اخد كورة اللحمة واحطها افردها كده في الرغيف من جوه، واتاكد ان انا وزعت اللحمة في كل رغيف. ايوه. طب انت ضفت مية، طب كده الرغيف مش هيبوظ؟ لا مش هيبوظ. ما تحطش فوق بعضه، وحطيه على ورق زبدة او على صينية، بس يكون بعيد عن بعضه، ما يكونش فوق بعضه، علشان خاطر العيش كده انا بليته بالمية اللي بالتتبيلة اللي هتخلي الرغيف بتاعنا مقرمش، وفي نفس الوقت متطعم بالمية بتاعة البصل والتوابل والخضار الموجود فيها. وكمان هتاكلي حواوشي وانت ضامنة قطعة اللحمة اللي انت حطاها في الرغيف، والطعم الحلو الموجود، الاكل البيتي مفيش احسن منه.
هاخد اللحمة على قد رغيف ما ياخد، والباقي احطه تاني. كتري وبلاش تستخسري. طيب لو الرغيف اتقطع منك بالطريقة ديت كده العيش هيبوظ والدنيا هتبوظ؟ لا، بلي ايديكي من المية، ايوه، واكبسي على الرغيف كده هيفضل متماسك مع بعض بقطعة اللحمة بالعيش. وما تخافيش، هيكون احلى حواوشي ان شاء الله. انا كده خلاص كنت مقطعه العيش، فده كان مريحني بالنسبه لي ان انا اظبط العجينه او اظبط المفروم في قلب الرغيف على طول. عندي طريقتين اتنين من السوا. ممكن تسوي في الفرن، تحط ورقه زبده وذره من السمنه البلدي على ورقه الزبده، او ممكن تسوي على الطاسه. انا كده كنت سبته ارتاح 10 دقايق وولعت الفرن في ال10 دقايق دولت. انا طيبته في الفرن ورجعت اديته لون على الطاسه، وده كان شكله بتاعه والطعم كان فوق الوصف. الفراخ واللحمة الاتنين، شوية خضار مع شوية مخلل، رغيف عيش عملته توست. كده كان احلى حواوشي ما شاء الله، بألف هنا وشفا للي اكل منه حاجة. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص. متنسوناش في اللايك والشير ودعوة حلوة من قلبكم، ولكم كالمثل. اسيبكم في رعاية الله.